كفتة داوود باشا هي من أحلى الأكلات البسيطة وما فيهاش أي افتكاسات ومن الوصفات المميزة والسريعة. بس قبل ما نشوف الوصفة ولو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة عشان دايما تشوفي كل وصفاتي الجديدة. استخدمت كيلو لحمة مفرومة فيها نسبة دهن، هضيف عليها بصلتين كبار مفرومين ومعلقة صغيرة كزبرة ومعلقة صغيرة كمون واتنين معلقة صغيرة فلفل أسمر واتنين معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة كوبيبة صيني. هبدأ أعجن كويس عشان اللحمة تتماسك وأنا بشكل الكرات. وبعد ما عجنت كويس هبدأ أشكل اللحمة كور متوسطة الحجم. وبعد ما شكلنا الكفتة هنسيبها في التلاجة علشان تتشمع حوالي نص ساعة. هحضر طاسة على النار فيها كمية مناسبة من الزيت والزبدة وهضيف كرات الكفتة. هقلب الكفتة لحد ما توصل للون البني المناسب. وبعد كده هرفع الكفتة بعد ما تكون استوت. وفي نفس الطاسة بس يفضل أشيل أي شوائب هضيف بصلاية متقطعة قطع صغيرة. وبعد ما البصل يدبل هضيف معلقة كبيرة من الثوم المفروم. وبعد ما الثوم ريحته تظهر هضيف 2 معلقة كبيرة من الصلصة. وهضيف 2 كوب من عصير الطماطم متصفية كويس. هضيف معلقة صغيرة من السكر، وأنا بحب أضيف السكر لأنه بيقلل من حموضة الصلصة وكمان بيحسن من المذاق. جربوها وهتلاقوها بتفرق قوي في الطعم. وهضيف نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر والكمون والكزبرة ونص معلقة صغيرة من الملح. هسيب الصلصة على نار متوسطة لمدة 3 دقايق. وبعد كده هضيف الكفتة على نفس درجة الحرارة لمدة 5 دقايق أو لحد ما الصلصة تتسبك.
وبكده نكون خلصنا، وتقدري تقدميها مع المكرونة أو الرز الأبيض أو الرز بالشعرية. طعمها حلو قوي، أتمنى تجربوها. ما تنسوش تشتركوا في القناة، واشوفكم في فيديو جديد.